السلام عليكم اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هي معلومة بسيطة كده، فانا عارف في ناس كتير عارفينها وفي ناس ما تعرفهاش. لو انت عندك ريسيفر من الصغيرين، سواء اتش دي او عادي، وشغال بفيشة زي دي، بأدوبتور زي ده. لو عندك ريسيفر من الصغيرين وشغال فيشة من دي بيت زي دي، والجزء ده باظ، الجزء اللي فوق ده باظ، اوعى تشغله بالكهرباء على طول، عشان بيجي لنا احنا كفنيين دش، بيجي لنا ناس الجزء ده بيبوظ او بيتكسر، او السنون دي بتتكسر، بيروح قاطع من هنا ويروح مركب فيه فيشة. يعني كده، بيروح قاطعه كده، بيروح قاطعه كده وبيروح مركب دي، بيروح مركب فيشة هنا كده في الكهرباء، ويروح مركب ده كده في الرسيفر، بيروح مركبه في الرسيفر كده، ويروح عامل النص التاني ده كده فيشة، ويحطه في الكهرباء. كده انت بتطير الرسيفر ده، انت كده بتبوظ الرسيفر بتاعك. الرسيفر ده يا جماعة بيشتغل 12 فولت، الترانس ده بيدي للرسيفر 12 فولت. الراس اللي فوق الجزء ده بياخد الكهرباء اللي من البيت اللي هي ال 220 فولت، وبيوديها للرسيفر 12 فولت. ده لو باظ انت ما توصلش بتركب فيشه وتوصل وتبوظ الرسيفر، انت كده بتطير الرسيفر. ما ينفعش، لازم تجيب راس زي دي وتشغله. فانا بقول لكم عشان ما تبوظوش الرسيفر بتاعكم. يا رب اكون فدتكم. السلام عليكم.